تعبانة، تعبانة أوي والله. رجوع مش رجعة، أنا كده مرتاحة، سبتك فعرفت الراحة، وكل شيء اسمه ونصيب، اتضحك عليا. نيرة كمال فركشت مع خطيبها يوسف، واللي لاحظوا الجمهور الفترة اللي فاتت ما كانش تخمينات، واللي حسبوه لقوه. فيا ترى ايه اللي حصل بينهم خلاهم ينفصلوا، وليه هي اللي قررت تسيبه وندمانة على ثقتها فيه؟ الفترة الأخيرة نيرة بتمر بأزمة كبيرة سابت فيها يوسف أكتر من مرة وحاولت تكمل معاه، لكن للأسف حكايتهم انتهت. ونشرت نيرة الساعات اللي فاتت ستوري وقالت كل شيء اسمه ونصيب. أنا عارفة إن الموضوع غريب، بس مش عايزة أقول الأسباب، وأنا اللي مش عاوزة أكمل والموضوع انتهى. بعدها نشرت فيديو وكانت ملامحها عادية ومش باين عليها إنها زعلانة، بالعكس الكل لاحظ إنها مرتاحة، لكن هي قالت والله ما مرتاحة ولا حاجة، ولكن غصب عني. وحذفت نيرة صور كتير ليها مع يوسف، لكن يوسف ما حذفش ولا صورة، واكتفى انه نشر ستوري وقال الحمد لله. اخر صورهم كانت في فرح ندى علاء، وقبلها في خطوبة سلمى عبد العظيم، واتصورت مع سلمى وهما الاثنين بايديهم علشان تبين الدبلة، وقدم لها بطريقة غير مباشرة انهم ما انفصلوش. مفاجأة بقى ان قبل المناسبتين دول كانوا فعلا سابوا بعض ورجعوا تاني، علشان الساعات اللي فاتت يكون الانفصال رسمي بينهم. والغريب بقى ان يوسف من كام ساعة بس علق لها على فيديو وقال لها بحبك. المشكلة اني راهنت عليه انه مش هيأذيني، هو وعدني انه مش هيأذيني بس اتأذيت. ده كان تعليق نيرة كمال على فيديو نشرته وقت الانفصال من كام اسبوع. كانت في اوضتها ونفسيتها سيئة جدا وبتعيط، وزي بنات كتير لما نفسيتهم ما بتبقاش كويسة بتيجي معاهم بالاكل. نيرة ظهرت ماسكة كيس الشيبسي في ايديها وبصة في الارض، وعيونها مليانة دموع وملامحها باهتة، والكل اتصدم من شكلها اللي اتقلب فجأة كده. وقالت دي حالتي وانا عمالة اتفرج على الشخص اللي قلت عليه لا مستحيل ده يعمل كده، بس الحمد لله حقق لي المستحيل، ما تبقاش في مستحيل تاني كده خلاص. ولما حاولت رفع عن نفسها وتخرج ظهرت وهي بتحط الميك اب والدموع على خدها، وبقت تحط الماسكارا تهبب في عيونها من كتر الدموع، وايديها بتترعش وبتحطها على قلبها وحاسه انه هيجرى لها حاجه. كان صعبان عليها نفسها جدا، وعلقت قالت اصل اكيد ده برنامج الصدمه على اللي بيحصل لي ده كله. نيرة الفتره دي ما كانتش بتلبس الدبله، ومعيطها ده اتقال انهم انفصلوا لما نشرت فيديو مع يوسف وما كانش باين عليهم حاجه خالص، وما كانتش برضه لابسه الدبله، لكن يوسف كان لابسها. وقبلها قررت نيرة ترجع نيرة بتاعت زمان وتعمل الحاجات اللي بتفرحها وترجع شغلها، وكمان لنجاحات كتير كانت بطلتها. نيرة بتشارك كل حاجة مع جمهورها، وزي ما اوقات كتير صعبة مرت بيها وكان الجمهور في ظهرها، في اوقات كتير فرحوا لها من قلبها وكمان نفسهم يشوفوها فرحانة. علشان كده نيرة قالت انا عارفة ان في ناس كتير بتدعي لي اكون كويسة، وعارفة ان في ناس هتشوفني اوفر وكل ما يشوفوني يلاقوني بعيط، بس انا تعبانة قوي. رحت لدكتور نفسي وبقيت ملتزمة بالصلاة وقريبة من ربنا، طلبت من متابعينها يستحملوها الفترة دي. نيرة كانت محتارة ومذبذبة بين تكمل ولا تنفصل، بس وجود يوسف نساها كل اللي مرت بيه وقدر يرجعها نيرة بتاعت زمان. يوسف خلى نيرة تتولد من جديد باللي عمله علشانها. فيا ترى ممكن يكون ايه اللي حصل بينهم، وهل ممكن يرجعوا لبعض ولا الصفحة واتقفلت؟